ازاي بتعامل مع شعري المختلط العنيد. انا اتفاجئت يا جماعه ان انتوا كلكم شعركم مختلط شبهي، فخليني اقول لكم بقى على افضل روتين لو عملتوه صدقوني بجد هتدعوني. وده الجزء الثالث من نصايح للشعر محدش بيقولها لك، ولو ما شفتوش الجزء الاول والثاني فاعرفوا ان فايتكم كتير. وهدفي يا جماعه من الفيديوهات دي مش اقول لكم على منتج بعينه، هدفي ان انا افهمكم ازاي تختاروا المنتج المناسب ليكم. اول خطوه يا جماعه مش هتتوقعوا ان هي مهمه، بتفرق جدا في شعرنا المختلط، وهي الشامبو. هتقولي ايه ده يا منى الشامبو؟ كلنا بقينا عارفين طبعا ان احنا نستخدم لشعرنا شامبو ما يكونش جواه سلفيت، علشان السلفيت مضر للشعر. هي بقى دي هنا النقطه الغلط. فلو فضلنا نغسل شعرنا دايما بشامبو ما فيهوش سلفيت، فروه الراس حرفيا هتتبهدل دهون، ممكن يظهر لنا قشره، وهيحصل بيلد اب للبرودكت اللي احنا بنستخدمها، فده هيخلي شعرنا يا اما يقع يا اما هتلاقوا ان شعرنا مش بيطول. ولو فضلنا نستخدم دايما شامبوهات يكون جواها سلفيت، طبعا اطراف شعرنا كلها هتتقصف وتتقطم. فالحل ايه اللي انا بعمله؟ لو انتوا عملتوه صدقوني هيفرق معاكم 180 درجه. مره كل اسبوع او اسبوعين هنغسل شعرنا بشامبو يا اما يكون جواه سلفيت، يعني مثلا ده شامبو طبي جواه سلفيت، انا مش بقول لكم براند بعينه بس بديكم امثله، او نستخدم شامبو يكون مثلا للقشره، او بقى نستخدم شامبوهات يكون جواها بدائل للسلفيت. الصراحه هو انا بالنسبه لي كهير ديلي ده الوحيد اللي انا استخدمته كان فيه بديل للسلفيت. وهنيجي بقى يا جماعه في باقي المرات اللي احنا بنغسل فيها شعرنا. احنا في العادي بنغسل شعرنا من مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، هنغسلها بشامبو يكون ما فيهوش سلفيت، وبكده احنا قدرنا نحل المعادله الصعبه للشعر. ويبقى في الكومنتات عايزين الجزء الجاي يكون عن ازاي بختار الكونديشنر او البلسم، ولا ازاي بختار المرطبات اللي بستخدمها لشعري.